أهلا وسهلا فيكم بأمسية جديدة من أمسيات رمضان المبارك اللي عم نطل عليكم فيها يوميا من الخيمة الرمضانية بمطعم وكافيه 1 مليون. عم طل عليكم يوميا بهالسهرة الرمضانية الجميلة لحتى نستقبل سوا نحن والحضور فنان محبوب وندردش معه ويكون أقرب لإلكم، ولحتى نربحكم جوائز وهدايا قيمة بمناسبة هالشهر الفضيل، ونقضي معكم أحلى الأجواء الرمضانية مع رقص الميلوية. ولا تنسوا أبداً إنه 1 مليون ما عنا أي رسم للدخول. وبدي أذكركم إنه ب 15 رمضان رح تكون جائزتنا الكبرى مجموعة كاملة للطاقة الشمسية من بيتك. كونوا كتار ب 15 رمضان لحتى يكون الحظ حليفكم وتربحوا معنا الجائزة الكبرى من الطاقة الشمسية من بيتك. وهلا نحن رح نعمل مسابقة إضافية لإلكم بخيمة 1 مليون. رح تسجلوا أسماءكم جميع الحضور على ورق صغير لحتى نعمل سحب قرعة بنهاية السهرة، ونختار اسمين. الاسمين اللي رح نختارهم بنهاية السهرة من القرعة رح يكون لهم خصم 25% لوجبة الإفطار من الخيمة الرمضانية ب 1 مليون. عدد وسلامنا على الهادي ويجيلنا منها المدد والخير على بلادي. يلا جاهزين ندردش معاكم، نسألكم أسئلة لطيفة سهلة ومهضومة. الغاية من الأسئلة مو السؤال نفسه، الغاية إنه دايما نربحكم جوائز وهدايا. خلينا نقول مساء الخير، رمضان كريم، كل عام وانتم بخير. انت بخير. كيف الأجواء الرمضانية ب 1 مليون؟ كثير حلوة. مبسوطين؟ كثير والله، كثير بحب الأجواء هون، لهيك دائما بجي. دايما بتجتمعوا برمضان بسهرة رمضانية؟ مو كل الأوقات، ايه؟ لأنه باللاذقية ما كثير بنعمل هيدي الأجواء، ايه؟ بس بالشام بنحب نجي لهون. حلوة أجواء الشام برمضان. ايه، طيب رح أسألك سؤال سهل كرمال ربحك معي. في طبق شهير برمضان يحضر من البرغل ولحمة ولبن، أو كوسة ولحمة ولبن، ويقدم بارد. شو اسمه؟ كبة لبنية. أو مزبوط، أو شيخ المحشي. شيخ المحشي. مزبوط، برافو عليكي. شو بتحبي أكتر، شيخ المحشي ولا الكوسة بلبن؟ بحب كل الأكل أنا. بتحبي كل الأكل. مبروك ربحتي معنا من شركة لوماريو. رمضان كريم. ميرسي حبيبي، كلك ذوق. أهلا وسهلا فيكم. بدي انتقل لعندكم. مساء الخير، رمضان كريم. عارفيني على حضرتك؟ أنا فاتنة. أهلا وسهلا مدام فاتنة. كيف أجواء رمضان اليوم؟ رمضان له نكهة خاصة صراحة، وهون أنا أول مرة. إيه، كيف لقيتي؟ رح تعيديها على ما؟ هالوجوه الحلوة. دخيل قلبك. أهلا وسهلا، دائما منورين. أجواء رمضان أيام زمان مختلفة عن هلا، كان في طقوس مختلفة، المسحراتي، الحكواتي، في بعض بحارات الشام القديمة. طيب إن شاء الله يا رب. في عادة قديمة عند أهل الشام كانوا يعملوها قبل بداية شهر رمضان بأيام، تجتمع بعض العائلات ويعملوا عزيمة. بتتذكري شو اسمها العادة؟ تكريزة دمشقية. برافو، مزبوط. وألف مبروك، ربحتي معنا عرض من عند الرفاعي. مبروك ورمضان كريم. ينعاد عليكم يا رب. ينعاد عليكي بالخير. طبعا مكفايين معكم. مساء الخير. عارفيني على حضرتك؟ اسمي منال. أهلا وسهلا منال. كيفك بالدراما؟ يعني اسألك أسئلة درامية ولا أسئلة عن طبق رمضان؟ على راحتك. طيب، في طبق دائما كل سنة برمضان بنقول ما رح نعمله لأنه صعب، بده وقت، آخر شيء بنعمله. شو هو الطبق؟ كثير في أطباق هيك. مثلا فيكم تغششوها. اليبرق. لأنه بياخد يومين لف. خلص رح اعتبرك جاوبتي، ومبروك ربحتي معنا جائزة من عند الرفاعي. ألف مبروك ورمضان كريم.